السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزة اعمل معاكم طاجن المكرونة بالكبدة. واقول لكم تكات وحركات فيه كده برضو مميزة، وازاي تعمليه بالمكرونة السايبة اللي هي بتستوي بسرعة وتتفك مننا، ازاي تظبطيها وتبقى زيها زي المكرونة الغالية، وبالفلفل الاخضر والطعم الجميل وباللية. ولو عايزة بزيت برضو تعمليه بزيت، هتشوفوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم بطعم تحفة. هنا هجيب حبة زيت، وبعد كده دي يعني شريحتين كده ليا، انا بشيلها في الفريزر وبقطع منها وهي جامدة كده مع الاكل لما اكون عايزة ازود بيه. وكبد الفراخ مغسولة كويس قوي، وبعد ما نغسلها الغسيل العادي بتاعنا ده لازم نقوم عصرين عليها حبة ليمون بعد الغسيل بالملح والدقيق. هنا انا حطيت حبة اللية وقطعت بصل، كتري بصل بقى حبة كده حلوين، حوالي 4 بصلات، وممكن يبقوا 3 لو كبدة اكتر على حسب ما تحبي، بس طعم البصل حلو قوي. وهنا الكبدة انا بعد ما غسلتها وكنت شايلاها في فريزر طلعتها، بتسيبيها شوية بترجع للونها يعني الطبيعي، كأني جايباها طازة، مش لونها بيروح من الليمون او الخل بيتغير. فهنا بحطها على النار، بسيبها النار تبقى سخنة قوي والزيت، علشان لو قلبتها بسرعة هتنزل مية. لا انا بقلبها بعمل لها زي صدمة عشان ما تنزلش مية ولا دم ولا حاجة. وبعد ما يدوبك لونها بيتغير كده، بروح حاطة عليها حبة توم وكزبرة. وبعد كده كمان وهي على النار ما تسيبيهاش تتعمل كتير، هي ما بتحتاجش تتشوح كتير. وبعد كده ادي التوم، اي فصين توم كده، انا ما حطيتهمش كلهم، 3 فصوص بس كده او 4 على حسب برضو ما تحبي، عايزه تزودي توم زودي، بس دول 3 كبار. هروح حاطه بقى ايه، كزبره، فلفل اسمر، جنزبيل، قرفه، دي كزبره علشان تاخد التحميره كده بتاعت التوم، وحبه خل، مثلا دول حوالي 3 معالق او 4 معالق خل، مش بيبانوا خالص. هنا البصل اتعمل، هروح حاطه عليه الايه، انا هنا حطيت كزبره بس، على طول كده اروح حاطه عليه الكبده علشان ياخد الطعم من بعضه، ما بسيبهاش على النار كتير، هقلبهم مع بعض كده. وتبهري بقى تحطي التوابل اللي انتي عاوزاها، بس انا بالنسبه لي بحب احط جنزبيل، بيبقى بيخليها ريحتها حلوه وبيخليها طعمها حلو قوي، ورشه قرفه، والفلفل الاسود والملح والكمون، يعني اي توابل موجوده عندك. دي رشه جنزبيل، فلفل، عايزه مثلا تخليها كلها حراقه اعملي الفلفل هنا، عايزه طواجن تبقى يعني حراقه قوي وطواجن لا، بروح حاطه على الطاجن نفسه، وانا يعني بغرفه لسه وهدخله الفرن، بحط بقى، ببقى عارفه شكل الطاجن اللي هحط عليه الفلفل الحراق. هنا بقى حبه طماطم قليلين قوي عشان تطرى مع بعضها، وكمان لونها يبقى حلو، ما تبقاش بني، تبقى واخده ايه الطعم حلو قوي. دي مكرونه سايبه مش مكرونه اكياس. هقولك المكرونه لما تيجي تشتريها لونها يبقى اصفر كهرماني كده، اصفر لون حلو، مش لون بهتان فاتح، لا الاصفر يبقى باين قوي. وبعدين شوفي لون الكبده، انا عايزه اللون ده، بحبه الطماطم القليلين دول، وبسيبها حوالي 5 دقايق على النار، يعني مش بسيبها كتير، او 10 دقايق بالكتير، لونها يبقى حلو كده واشيلها، والنار تبقى واطيه، يعني اهم حاجه نارها تبقى واطيه. المكرونه دي او اي مكرونه المفروض تتسلق على الهادي، شوفي النار تبقى واطيه ازاي، مش النار تبقى عاليه قوي تقوم تتكسر وما تستويش وتعجن مننا. دي طريقه كويسه جدا لاي نوع مكرونه، نوع سيء حلو، وهقولك تشيليها بقى وهي حالتها ايه. يعني انا هنا بصي النار مش بتغلي قوي ازاي، لحد لما تيجي تمسكيها كده حسي ده لسه جامده، شوفي بتنط جامده، ما عرفتش اقطعها بايديا، انا هنا قمت قطماها كده جامد من جوه، لسه باين حته بيضه، عشان تتحمل معانا السوا في الطاجن، وتاني يوم حتى لو فيه وسخنتي مش هيعجن.
انا هنا حطيت الطماطم لوحدها اللي انا هعمل بيها خالص عشان تتسبك بسرعة. ولما تكوني بتسبكي طماطم او خضار عموما بالطماطم تعريه، يروح الطماطم تحمر بسرعة وتتسبك بسرعة. البصلة بحب لونها فاتح، لو حطيتي الطماطم على البصلة وهي لونها فاتح هتاخد وقت طويل ومش هتتسبك عدل. فانا بخليها تتحمر يعني بسيط البصلة، والطماطم بتتسبك بسرعة لانها لوحدها، لان البصلة الفاتحة بتغيبها في السوا، بتاخد وقت طويل. وحطيت بقى هنا ايه، انا حطيت معلقة سكر ومعلقة فلفل اسود وكمون وكزبرة. ظبطت الايه الصلصة والملح الطعم، بس ضروري معلقة السكر دي. وهنا بعد ما البصلة يعني بقت ذهبي كده حطيتها عليها، هي كده خلاص اتسبكت. سبتها حوالي يعني 10 دقايق كمان. وهنا جهزت الطواجن بتاعتي، طبعا يعني احجام مختلفة زي ما انتي عايزة، وكمان علشان يحسوا بجو الطاجن، والطاجن نفسه بيبقى اكله حلو، الاكل فيه حلو يعني، غير ما احنا بنشتريه بيبقى فضاه في طبق تاني او كده. لا، الطاجن نفسه اكله بيبقى حلو، بيبقى سخن سواه بيبقى جميل. هنا حطيت فلفل اخضر ني، هيطلع طعمه يبقى جميل، دبلان بس لونه فاتح واخضر. والفلفل الحراق حطيت في طواجن معينة الفلفل الحراق عليها، زي مثلا الطواجن الكبيرة هي اللي عليها فلفل حراق. وبحط الطماطم كده، ممكن تقللي الكمية، يعني عايزة تقللي كمية الطماطم تقلليها، عايزة تزودي زودي. انا عن نفسي عملت ليا طماطم قليلة، مش بحب طماطم كتير، بس الطعم اتهبلوا عليه. يعني قالوا ايه ده، اعملي لنا فيديو كل يوم علشان تظبطي الاكل كده. لما بكون بعمل فيديو بهتم. لو وصلتوا لغايه هنا ارجوكم اعملوا لايك واشتراك وشرفوني بتعليق، ويا ريت تشيروا الفيديو دوت عشان يفيد ناس كتير، علشان الطاجن بقى عدى ال25 جنيه، يعني اقل طاجن صغير ب20 جنيه وب15. وده ورق فويل، مش الورق الفويل الخفيف، الفرخ اللي هو بيتباع هو اللي كان موجود عندي. الفرن سخن ودخلته الفرن كده، قعد حوالي يعني ربع ساعة نص ساعة بالكتير. شوفوا بقى شكله، وشوفي المكرونة بقى هتبقى السوا بتاعها اتظبط جدا. شوفوا دلوقتي انا لما قطع مفيش مكرونايه مكسرة، الطعم كمان مظبوط جدا كده. كملت سواها مع مع الفرن. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتم